السلام عليكم. بزاف منكم كيسول انا عندي صالون ديال الحلاقه ولا سناك ولا ورشه ديال الميكانيك، واش هادشي ديال السلامه المهنيه والقانون كيهمني؟ واش ضروري ندير تامين ونصدع راسي مع الورا؟ اليوم في رد بالك غادي نشوفوا هذا الموضوع بواحد الطريقه سهله وبسيطه باش نعرفوا القانون شنو تيقول ونحميو راسنا من المشاكل ونثبتوا المحل ديالنا بطريقه صحيحه. نبداو بواحد المفهوم غلط كينتشر بزاف، كيسحب الناس الا ما كاتبش عقد مع الخدام ولا ما ديرش معاه كونطرا راه ما كاين حتى التزام. رد بالك القانون المغربي وخصوصا الماده 18 من مدونه الشغل كتوضح بلا مجرد الخدام كيخدم عندك كياخذ تعليمات منك وكيتخلص راه العلاقه محسوبه عقد شغل بقوه القانون، واخا ما كاين لا ورقه لا توقيع. وهذا كيعني الا وقعت حادثه لا قدر الله المسؤوليه كتبقى على المشغل، لان القانون كيشوف بان الاجير او الخدام محمي من اللحظه اللي بدا فيها الخدمه عليك. علاش المسؤوليه كتبقى عليك انت كمشغل؟ فالماده 281 من مدونه الشغل كتوضح باللي مول المحل خاصو يوفر السلامه والنظافه في الخدمه، يعني الى الخدام طاح ولا جرح بسبب الخدمه القانون كيشوف بان المشكل كاين نقص في السلام. في هذه الحاله المسؤوليه كترجع لمول المحل حيت هو اللي خاصو يرد البال للناس اللي خدامين. اجي معايا دابا نشوفوا كيفاش داير الامر في المانيا مثلا. تما عندهم صناديق خاصه بالسلامه المهنيه والمشغل كيقدر يسجل فيها ويدفع واحد الاشتراك سنوي كيبدا تقريبا من 180 اورو. في المقابل الى وقعت حادثه لا قدر الله في الخدمه هذا الصندوق هو اللي كيتكلف بالمصاريف والتعويض، وبهذا الشكل المسؤوليه كتكون واضحه والسلامه منظمه والمشغل كيركز على خدمته ولا على صداع. وفي المغرب كاين خيار ديال تامين حوادث الشغل للمشاريع الصغيره، وكيمكن يبدا تقريبا 500 درهم كاشتراك سنوي لكل خدام، يعني حوالي تقريبا واحد 50 درهم في الشهر. الهدف من هذا التامين هو تغطيه التعويضات الى وقعت شي حادثه في العمل وكان ضرر كبير. هذه المعلومه فقط باش تكون الصوره واضحه قانونيا وواقعيا، وكل واحد كيشوف شنو مناسب لوضعيته والنشاط ديالو. وحتى الا كنتي خدام بوحديتك كمقاول ذاتي السلامه المهنيه ضروريه. مثلا في المانيا الناس اللي خدامين وحدهم كيديروا التامين باختيارهم باش يحميو راسهم الا وقع لهم شي ضرر، ونفس الشيء حتى هنا في المغرب الا تاديتي في خدمتك رزقك هو اللي كيتاثر، والسلامه هي طريقه تفكير قبل ان تكون ورقه او اشتراك. وصلنا لنهايه هذه الحلقه، والقصه في الحقيقه مازال مستمره. في المحور الجاي غادي نشوفوا كيف داير النظام الالماني في السلامه المهنيه، شكون كيسير هذه الصناديق، كيفاش كيخدموا، شحال كاينين، نديروا مقارنه مع الوضع عندنا في المغرب. ورد بالك صحتك هي الاساس.